السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد السلو اللي كيجي الصراحة رائع، معلك وبنين بلا زبدة وبلا عسل. غادي نتحصلوا على هاد القوام هذا. غادي نعطيكم جميع اسرار وجميع التفاصيل من الاول حتى الاخير. غادي نشارك معكم الطريقة كيفاش حضرته معكم، العبارات، يعني جميع التفاصيل غادي نشاركها معكم. غادي جربوه بهذه الطريقة، انا متأكدة غادي ينال اعجابكم. شوف تبارك الله كيف كيجي مقوت، واهم حاجه انه يعني اقتصادي، ما غنقاملكمش بالثمن اللي هو بزاف، حيت غنحضر كميه معكم اللي هي قليله ماشي كميه كثيره. يعني الا كنتو غير 3 الناس، 2 الناس، 4 الناس في الدار، يمكن تحضري هاد الكميه هذه راه دوز لك رمضان ديالك. المهم ندوز معكم المكونات وطريقه التحضير. غادي نحتاج معكم هنايا عندي كيلو لارب ديال اللوز اللي سلقته من قبل. سلقته ونقيته وخليته ليله كامله ينشف. يعني من الاحسن تبيتوه ليله كامله في شي دره ينشف، وفي الصباح تقليوه. ملي كنقليه نص ديالو غادي نهرمشو ونص ديالو غادي نطحنوه حتى يولي فحال الشكل املو، يعني نطحنو يطلق الزيت ديالو. هذه هي الطريقه اللي غنخدم معكم بها انا. هنايا عندي كيلو لارب ديال الزنجلان، حتى الزنجلان كذلك نعملوا نفس الطريقه اللي عملت من اللوز. غادي نحمرو غير واحد شويه، يعني الا كنتو تحمروه في الفران شعلوا الفران شويه، دخلوه غير واحد 2 دقائق وخرجوه، حيت الا تحمر بزاف غادي يديكم واحد المذاق اللي هو خايب. يعني من الاحسن الزنجلان غير تسخنوه شويه على نار مهيله. صافي هنايا غادي نحتاج معكم الا انا نحتاج معكم هنايا غير واحد نص ربع كيلو، ماشي مشكل. انا هنايا عملت غير واحد نص ربع ديال الايلان، ما كثرتش منه حيت بغيت نحافظ على ديك السلو القديم اللي كنعدلو من دائما. صافي بالنسبه للكاوكاو هنايا حتى هو عندي كيلو لار ديال الكاوكاو، وعندي هنايا بالنسبه للدقيق عندي كيلو ديال الدقيق، وعندي هنايا بالنسبه للسكر نحتاج معكم 400 غرام ديال السكر كلاصي، والحلاوه كيبقى لكم اختياريه على حسب ذوق كل واحد. وهنايا عندي المسكه الحره، ما نستخدمش ديك الكميه كامله، راه غادي نعمل لي واحد 4 تريطيقات ديال مسكه حره وصافي. هنايا غادي نحتاج معكم واحد 2 معالق كبار ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه، و2 معالق ديال حبه حلاوه، و2 معالق ديال النافع. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع حتى هو ما حمصتهم شويه، يعني هي كنطير منهم شويه ديك بروده، يعني كنسخنهم شويه وكنطحنهم وكنغربلهم انا في الغربل باش كنتحصل على ديك القوام اللي كيجي ناعم، ما كتكونش كتاكل سفوف تبقى تحس بديك المذاق ديال النافع وحبه حلاوه في فمك. صافي هنايا غادي ديك اللوز ديك الزيت اللي قليت فيه اللوز. هنايا كانوا عندي 3 كيسان الزيت، هما اللي قليت فيهم انا ديك كيلو لارا ديال اللوز. طيحت فيهم 4 كيلو حتى 300 غرام ديال الدقيق. الزيت ديالنا راه دافي ماشي سخون، يعني غير دافي. كنطيح فيه ديك الدقيق ديالنا اللي ديجا مغربل، وكنحاول يعني ندخل ديك الزيت مع ديك الزيت، ندخل مع ديك الدقيق باش ما يبقاش مكور، كيف كتشوفوا نفس الطريقه اللي كنخدم معكم بها. والنار ما تكونش مجاهده وما تكونش مهيله، يعني النار تكون متوسطه. كنبقى نستمر معكم هيدا بالتحريك حتى كيصبح لها ديك اللون الكراميل. هاد الطريقه هذه هي اللي كنستخدم انا باش اللوز ديالي ما كنحتاج له لا زبده لا عسل. هي بهاد الطريقه هذه باش كيجيني ديك التعليكه وديك التحميره في السفوف اللي كتجي مذهبه غزاله. استخدمت هاد الطريقه هذه راه ساهله. في الاول انا قلت لكم كتضيفوه في الزيت اللي ماشي سخونه وماشي بارده، يعني دافيه. كتحاولوا تحركوا مزيان، من بعد ما كيبدا يغلى كيبقى يطلع معكم هاد الفقاعات هادو، كتبقاو تحركوا يعني كل شويه، ما تغفلوش عليه. عملوه في كوكوط، عملوه في مقيله، فيما بغيتو. المهم هي فشي حاجه اللي دابو ساعات حركوها باش ما تحرقش. صافي هذا اللون هو اللي كنتحصلوا عليه. شوفوا ملي تحصلوا على هذا اللون طفيو البوطه، حيتاش هو ملي كيطفي بوطه وكيبرد كيزيد اللون ديالو يتحمر. يعني تكتفيوه غير بهذا اللون كما كنوريكم انا. واخا تشوفوه خفيف راه غير كيبدا يبرد كيبدا يتقل شويه، ما كيبقاش خفيف هايله. وها الخليط ديالي واجد كيف كتشوفوا. انا وريت لكم ديك اللون الذهب، اللون الكراميل فيه. صافي كنطفي البوطه وكنخليه جانبا يبرد على خاطره. يعني قلت لكم استمروا في التحريك باش ما يتلصق لكمش وباش ما يتكور لكمش. وها الخليط ديالكم واجد. صافي هنا غادي ندوز معكم المراحل اللي غادي نخلط فيها معكم سلو. هنايا ديك الجنجلان النص ديالو راه علقته، طحنته تتعلق كيف كتشوفوا، والنص ديالو هرمشته. يعني عندي كيلو لارب قسمتها عينكم ميزانكم قسموها على 2. بيان هيداك بالنسبه للكاوكاو.
انا طحنته كامل، يعني ما هرمشتش النص وخليت النص باش باش البين مي كيتهرمش صراحه كيطلق مذاق د الخضوره مع المده. الا طال عندك السفوف راه كيطلق ديك المذاق ديال البروده. اللهم كنطحنو كامل ما كنخليهش انا مهرمش. صافي هنايا ديك اللوز حتى هو نتوما كتشوفوا هادشي كامل عندي طلق الزيت ديالو، يعني طحنته حتى طلق الزيت ديالو. اللوز عاوتاني النص هذا طحنته معاكم والنص هرمشته كيف كتشوفوا. هنايا عندي ديك الجنجلان اللي قلت لكم هرمشت، هذا غير هرمشته غير شويه وصافي. يعني ها كيلو الا ربع النص ديالو هرمشته والنص ديالو علقته. هنايا عندي ديك إيلان حتى هو محمصو كنت واحد شويه وطحنته وغربلته في الغربل عادك ضيفته معاكم. هنا كنضيف ديك السكر كلاصي كيبقى على حساب الذوق. هنا عندي ديك مسكه حره طحنتها مع شويه ديال السكر سنيده، غير واحد 3 طريقات 4 غير هيدا. صافي عملت واحد شويه ديال الملح اللي تعديل الذوق. بالنسبه للوز انا غادي نخليه اخر حاجه، هذاك اللي هرمشت غنخليه اخر حاجه باش ما يكون كندلك ما يدبرنيش في اليد ديالي. صافي هنايا درت معكم ديك 2 معالق ديال القرفه وغادي نحك معكم شويه ديال الكوزه، راس ديال الكوزه ماشي راس كامل، يعني هي الراس يعني كوزه الربع ديالها الراس ديالها هو اللي غنحك معكم. صافي هنا غادي نضيف معكم واحد 2 معالق ديال النافع و2 معالق ديال حبه حلاوه. صافي ديك اللوز اللي هرمشت انا قلت لكم خليته حتى الاخر حتى غادي نعجن معكم هاد السلو. عادك غادي نضيفو حتى الاخر باش من يكون كنعطي حتى السفوف ديالنا راه كيحتاج الدلك. من يكون كندلك ما يدبرنيش في يدي، يعني ما كيكون مهرمش بزاف ما يبقاش يحرقكم في يدكم. صافي هذا نخليه جانبا وغادي نضيف ديك الدقيق ديالي اللي حمرت. انا قلت لكم عندي هنا كيلو الطحين 300 غرام وضعتها في ديك الزيت واللي باقي ضفته حمرته في الفران. عاوتاني اللون اللي هو مذهب كيف كتشوفوا، يعني ما حاولوا ما تحرقوهش بيعطيكم مذاق مزيون في السفوف ديالكم. صافي هنايا كنضيف ديك الدقيق ديالي وكنحاول ندخل معكم ديك المكونات ديالي كامله. صراحه هنايا القصعه ما عاونتنيش نهائيا في الخدمه، يعني انا هنايا غادي نوريكم هي مقتطف ومن بعد غادي نعملوه في بانيو كبير ديال البلاستيك وغادي نعجنو مزيان، حيت صراحه السفوف كخصو الارض ماشي فوق النورنيه. صراحه بريستيج ما خدامش في السفوف، كخص ضروري شي بانيو وتجلس في الارض وتمعك باش كيرجع مزيت ومعلك وكيدخل داكشي ببعضو. صافي هنايا غادي نضيف معكم ديك الزيت اللي مع الدقيق. شو اللون ديالو كيف كيرجع، عرفتي واحد اللون كيجي فنفن هو اللي كيخلي ديك السفوف اللي كيجي بهذا اللون هذا. صافي انا هنايا حاولت نشارك معكم جميع التفاصيل، واخا صراحه طولت عليكم فيديو وهضرت بزاف، ولكن حاولت نشرح كل شيء باش تحصلوا على نفس الطريقه ديالي. ما كاينه حتى شي حاجه اللي زعما صعيبه، كلشي شرحته معكم. ما احتاجت معكم لا زبده لا زبده لا عسل لا حتى شي حاجه، هي هذا القوام هذا وكيجي الصراحه في السفوف يا سلام بنين 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 معلق. هنايا غادي نقلبوا معكم في شي انا كيف قلت لكم في واحد البانيو وغادي نعجنوا مزيان. عاد نوريكم كيفاش كيرجع معلق الراس وراه ما كنزيد له حتى حاجه. الا شفتوه شويه بقى لكم ناشف ممكن لكم تزيدوا واحد شويه ديال الزيت العود. انا هنايا راه عملت واحد ربع، ما نقول لكم ربع كاس ديال العنبه الزيت العود. صافي هذا اللي خدا لي، حيت ديك الزيت اللي قليت فيه اللوز الزيت اللي قليت فيه اللوز هو اللي عطاني هاد التعليكه هادي. هانتوما انا من بعد ما عجنت معكم هنا كنوريكم. هنا كنت دخلت ديك اللوز اللي مهرمش في الاخر مي عجنت العجين ديالي مزيان، يعني مي عجنت ديك السفوف ديالي مزيان. هنا دخلت ديك اللوز اللي مهرمش باش ملي كنكونوا كناكلوا السفوف ما كنحسوش بكلشي مطحون، كنحسوا بديك القرمشه في السفوف ديالنا. وهذه هي التعليكه كيف كتشوفوا معلق. وصدقوني ما كايناش ديك السفوف اللي مثلا تعجنوا اليوم وغدا تصبح تجبر بالعاد الزيت طالع في الوجه ديالو، لا هذا كيما كتعجنوا اليوم كما كتجبروا غدا وكتجبروا بعدو، يعني ما كيطلق زيت ما كينشف. حيت كاينين الناس كيعملوا العسل وكينشف كيرجع مفرط، يعني كيكون في الاول معلق من بعد كيرجع يابس وشاحد ديك السفوف ما كيبقاش فيه التعليكه. يعني نصيحه ليكم ما تعملوش العسل نهائيا، اكتفيوا غير بالسكر كلاصي. انا 300 غرام كانت كافياني في هذا السلو ديالي. يمكن لكم نتوما تزيدوا ولا يمكن لكم تنقصوا، المهم عينكم ميزانكم مع الحلاوه.
صافي. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي زعما السفوف رمضان خصنا السفوف صحي من احسن، صحي دقيق ماشي صحي، راه العام كامل يمكن لكم تاكلوا السفوف صحي وتعدلوه، ماشي ضروري في رمضان، من غير رمضان يمكن لكم تحضروه. حنايا كنعقلوا على السفوف د شحال هادي من دائما والدينا كانوا كيعدلوا السفوف هيدا بالدقيق واللوز والزنجلان وكاوكاو وإلان. هذه هي الطريقه اللي كانوا كيعدلوه بها. انا شاركت معاكم صراحه، هي تعرفوني جربوا بهذه الطريقه راه كيجي بنين. هاد القوام اللي عطيتكم راه كنتحصلوا واحد 3 كيلو ونص ديال السلوك. كيف قلت لكم الا كنتوا 2 الاشخاص في الدار ولا 3 الاشخاص راه يدوز لكم رمضان ديالكم. انا هذا راه كافيني رمضان كامل ان شاء الله. وهذا هو السفوف ديالي. كنتمنى يكونوا فيتكم في هذا الفيديو هذا، شرحت لكم جميع التفاصيل حيت انا شاركت معكم في الانستغرام، وبزاف منكم قالوا لي انا شاركت معكم هي صوره وقلتوا لي شارك معنا الطريقه، شارك معنا الطريقه. واخا شاركت معكم معطله يعني ما باقي والو رمضان، ولكن كنتمنى تكون فيتكم في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله نشوفكم فيديو لي ماجي في وصفات جديده. باقي بزاف المعسلات ماجيين في الطريق، باقي بزاف الحاجات غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. المهم السفوف ديالي واجد، انا زينته معكم بالطريقه اللي بغيت انا واللي بغيتو نتوما. من بعد لا بغيتو عدلوه في شي سوبيره ديال الزاج ولا بلاستيك ولا شي بواطه وشدوا عليه، كيبقى مزيان يدوزكم. خا كاع يفوت رمضان راه كيبقى مزيان، ما كيخياب ما حتى شي حاجه، كيبقى كما هو. مهم فيديو هذا النهار هذا كنتمنى يكون خفيف ظريف. نشوفكم فيديو لي ماجي ان شاء الله. والناس الجدادين كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد دائما. والناس اللي باقيين واصلين معايا حتى النهايه هذا الفيديو كنقول لكم شكرا لكم بزاف. تبعتوا فيديو من الاول حتى الاخير، كنشكركم بزاف. ونشوفكم فيديو لي ماجي ان شاء الله.